بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا احلى متابعين؟ تعالوا نعمل النهارده اكله جميله قوي. هنعمل الفراخ، هنحشيها بطريقه سهله وبسيطه، وهنعمل جنبها رز الطباخ. اكله جميله برضو وتنفع للعزومات، هتشرفك قدام ضيوفك، وسهله وبسيطه وما بتاخدش منك وقت وطعمها حلو قوي. معانا شعرية ومعانا لسان عصفور ومعانا رز غسلينه ونقعينه. هنجيب القلاية بتاعتنا أو الطاسة وهنضيف فيها كوباية زيت. ما نخافش ان احنا الزيت كتير، احنا هنحمر فيه وبعد كده هنصفي الزيت وهنستخدمه تاني في طبخات تانية، مش هنهدر حاجة من المكونات بتاعتنا. هنضيف لسان العصفور وهنحمره، بنحمر كل حاجة لوحدها لأن كل حاجة بتاخد وقت مختلف عن التانية. أكلة جميلة زي ما احنا قلنا والله، وهتشرفك قدام ضيوفك لو حبيت ان انت تعمليها في عزومة، تغيير عن ان احنا نقدم الفراخ يا صواني يا متبلة. بنجيب مصفى وبنصفي لسان العصفور عشان ناخد الزيت تاني زي ما احنا شايفين كده يا حبايبي، وبنرجع ان احنا نحمر فيه الشعرية بتاعتنا. لحد ما احنا بنحمر كل المكونات اللي احنا هنستخدمها. برضو بنفس الطريقة هنصفي الزيت بتاعنا وهناخده وهنحمر فيه الرز بتاعنا. بنخلي لسان العصفور والشعرية لونهم ذهبي جميل كده، ما بنغمقهمش في التحمير برضو عشان ما يمررش مننا الأكل. احمرت اهيت وبقت وصلت للدرجة اللي احنا عايزينها. بنصفيها برضو مع لسان العصفور، وبنرجع ناخد برضو الزيت في نفس القلاية وبنحمر فيه الرز اللي احنا غسلينه ونقعينه حوالي 10 دقايق او ربع ساعة. الرز بتاعنا بياخد مننا وقت شوية على ما بيتحمر. أكلة جميلة والله، والفراخ المحشية بقى طعمها حلو قوي. خلاص يا حبايبي، الرز بتاعنا ابتدى ان هو يتحمر معانا اهو. كده بقى وصل لدرجة التحمير اللي احنا عايزينها. هنصفيه برضو وهنضيفه على الشعرية ولسان العصفور اللي احنا حمرناه. هنقلب بقى كل المكونات دي مع بعضها. وتعالوا برضو هنجيب نفس القلاية اللي احنا حمرنا فيها الرز والشعرية، وهنضيف فيها كمية صغيرة كده نجهزها على قد حشو الفرخة اللي معانا. هنعمل كمية صغيرة الأول عشان نحشي بها الفرخة لحد ما نسلق الفراخ بتاعتنا، وبعد كده هنعمل بقية كمية الرز هنسويها بقى بالشوربة اللي هتطلع من الفراخ اللي احنا بنحشيها. هنزودها مية، لو عندك شوربة زوديها تبقى أحسن بكتير. وهنضيف ملح وهنضيف فلفل أسمر علشان الزفارة. عايزين الرز بتاعنا ده هو يبقى تلتين تسوية كده، عشان الفراخ البيضة برضو ما بتاخدش وقت في التسوية، ما بتغيبش معانا. فالرز لما نيجي نحشي بيه الفراخ ما يبقاش حصى جوه الفرخة ويبقى مستوي وطعمه حلو.
خلاص هو كده ما شاء الله دخل في التسوية اهوت. هنجيب بقى الفرخة بتاعتنا، غسلينها ومنضفينها ومجهزينها للحشو، وهنحشيها بالرز اللي احنا عملناه. والله طبق الرز الطباخ ده هوت لما انتي بتسقيه بالشوربة هو كفيل ان هو طبق لوحده كده، للعزومات، للأكل، لأي حاجة للأولاد في البيت، هو طعمه حلو. وممكن يبقى لوحده جنب يعني مثلا بطاطس، بيض مسلوق، عايزة تعملي جنبها فراخ زي ما احنا عاملين كده عادي، مفيش أي مشكلة. هو بيبقى وجبة لوحده جميلة، وفيها الرز، فيها الشعرية، فيها لسان العصفور، فيها الشوربة اللي انت هتسقي بيها الرز. بتبقى وجبة جميلة وحلوة وطعمها حلو بصراحة. بنحشي الفرخة بتاعتنا وما بنخليش برضو ما بنزودش كمية الرز قوي، عشان نعمل حسابنا برضو ان هو لما الرز هيكمل تسوية فتبقى في مساحة كده، علشان الرز لما يستوي بيزيد معانا زي ما احنا قلنا. بنكتف الفرخة بتاعتنا وما بنربطش ولا اي حاجة، هو بس احنا بنقفل بشرايح الطماطم او ممكن بشرايح بصل لو انتي حابة انك انتي تعملي البصلة بدل الطماطماية، اي حاجة عندك. وبنكتف الفرخة، وبرضو والله لما بنسلقها ما شاء الله لا الرز بيخرج منها ولا حاجة. مجهزينها برضو هي الرقبة للحشو، هنحشيها برضو. وبرضو كمية الرز ما تبقاش كتيرة، عشان برضو الرز لما يستوي برضو ياخد راحته كده في التسوية، وتفضل سليمة زي ما هي. كده خلاص يا حبايبي بقت الفرخة جاهزة معانا اهيت. هو بس عشان الزور بتاع الفرخة بيبقى مثلا واسع، فاحنا يدوبك هنلف عليه حتة فتلة صغيرة كده، مفيش اكتر من كده. خلاص كده الفرخة بقت جاهزة معانا اهيت، بسم الله ما شاء الله. تعالوا بقى هنجيب الحلة بتاعتنا. هنجيب الحلة بتاعتنا على النار وهنحط فيها الفرخة، ومعانا بصلاية، معانا طماطماية، ورق لورا، حبهان، فلفل أسمر. هنضيف كل المجموعة ديت ويا الفرخة بتاعتنا وهنسيبها 5 دقايق كده على النار. وبعد كده بقى يا حبايبي هنزيدها بالمية ونسيبها تتسلق براحتها لحد ما ما الرز يستوي والفرخة بتاعتنا كمان تستوي. وهنضيف برضو الملح عشان الرز اللي جوه الفرخة، والفرخة نفسها تتشرب وتاخد الحدق بتاعها. هنزود الشوربة بتاعتنا شوية ونظبط الحدق بتاعها، عشان الشوربة اللي هتطلع من سليق الفرخة دي هي دي اللي احنا هنسوي بيها بقية الرز اللي احنا عاملينه جنب الفرخة. خلاص الفرخة بتاعتنا استوت،
والرز اهوت زودناه بالشوربة، وهنحط له الملح بتاعه، وهنسيبه ان هو يستوي على البوتاجاز لحد ما ما نجهز هنتبل بيها الفرخة بتاعتنا. معانا طماطم وفلفل اخضر وكزبرة خضراء، معانا توم، ضيفي برضو البهارات اللي انت عايزاها، معانا ملح، كمون، شطة، فلفل، كزبرة ناشفة، اللي انت عايزاه تضيفيه من البهارات ضيفيه. وفي شفشق الخلاط بقى، وهنضرب كل التوابل دي مع بعضها ومع الخضار ده عشان نعمل بيه تتبيلة نغلف بيها الفرخة بتاعتنا قبل ما ندخلها الفرن. الفرخة هي بعد ما سلقناها، ودي التتبيلة بتاعتنا اهيت. هنعمل بقى كفر على الفرخة، وشايفين الفرخة بتاعتنا هي بسم الله ما شاء الله ما خرجش منها الرز ولا حاجة. هنتبلها بقى كويس، لان التتبيلة دي بتديلها طعم حلو قوي بصراحة لما بندخلها الفرن. أكلة جميلة، وأتمنى إن انتوا تجربوها، وأحب أعرف تعليقاتكم على القناة. وجهزيها وجبة في رمضان للفطار، هتعجب ولادك وهتعجبك بإذن الله، وسهلة وبسيطة. اهيت يا حبايبي، انا حاطه تحت منها في الصينيه طبق ألمونيوم علشان ما تلزقش مننا في الصينيه. لو عندك ورقه ألمونيوم ممكن تفرشها في ارضيه الصينيه عادي، مفيش مشكله. بعد ما هنتبلها كده هندخلها الفرن بقى تتحمر وتاخد اللون كأنها مشوية، والتتبيلة ديت زي ما قلت والله بتديلها طعم جميل. ويا رب الطريقة تعجبكم بإذن الله. اهيت يا حبايبي بعد ما خرجناها من الفرن وقدمناها ويا رز الطباخ اللي احنا عاملينه. وجبة جميلة تقدميها في رمضان، تقدميها في العزومات، وبألف صحة وعافية يا رب. وما تنسونوش في الاشتراك يا حبايبي، وكل عام وانتم بخير، وأحلى فراخ محشية، وأحلى رز الطباخ، وبألف صحة وعافية يا رب.